عرفتوا ايه فاش شفت هاد الديكور طاح لي في بالي اللاعب المصري محمد صلاح. نهار ضغط عليه البيبليك عقلته باش يدير شي حركه كونسيرنو داكشي اللي وقع في غزه. العالم كنتقدوا على الطريقه باش خرج خايف مخلوع بحال وقف عليه شي واحد هز عليه شي حاجه. بل كاع كاين اللي قال ان الفيديو مصايب بالذكاء الاصطناعي الاي اي. واخويا راه بنادم غادي يعيش غير مره وحده في حياته. بزاف ديال الناس هاد الصباح خارجين في التعليقات ولي كومونتير كيقولوا باللي الحياه وحده، يا تعيشها حكيم زياش يا تعيشها مو صلاح. حيت كاين فرق ما بين انك دير شي حاجه وانت مفتخر بها او انك ديرها وانت خايف ومخلوع بحال مبزينها عليك. المهم من هذا الشيء كامل هو بنادم يدير الماكسيموم اللي قد عليه. لو بس طالحه كيف زياش اضربوا لي على الدخله وكيفاش كيتمشى العران داس داخل صافي، ماشي غير هزو صافي شويه دهزان الراس وشويه الطقوس عرفتي دار العالم ديك اللعبه ديالي شوفوني. هي راه دارها سبونطاني مي راه العالم ولا كيدوي عليها هاد الصباح. ايوا فليونس ولا حيد بالك. برافو عليك خويا حكيم، كنحيوك اخويا، مفتخرين بك اخويا، الله يسهل عليك والله يسترها مع دوك الناس. راه حشومه هادشي اللي كيوقع والله العظيم. راه كنقولوها الناس في الناس والقرع في مشيط الراس. واش فراسكم باللي الجيران لقاو فاش يتلهاو والمشكله كون غير كيسكتوا بلا بلا بلا. لا حق حنا القضيه لا حق نتوما تطبيع وديوها غير فراسكم. نتوما في عز الازمه اللي طاريه لخوتنا ما لقيتو باش تلهاو درتو لينا. واش فراسكم باللي مدورينها في تويتر على وزيره مغربيه وغرضهم راه باين. بقاو معايا باش تفهم. موقع اجنبي حط صوره ديال راجل ومراه كيتبوسوا وكتب عليها هذه وزيره الانتقال الطاقي والتنميه المستدامه المغربيه ليلى بن علي مع رجل الاعمال الملياردير الاسترالي اندرو فورست مدير العام لمجموعه فورتسكيو الاستراليه الرائده في مجال الطاقه الخضراء المعادن والتكنولوجيا. وكيتقال بلي على اساس من مورا البوسه مشاو الاوتيل فاخر اللي الليله فيه ب$1000. نادوا ربطوا هاد الصوره بالشراكه اللي سناها مؤخرا الملياردير الاسترالي مع المجمع الشريف للفوسفات ومع نتفيت ليه جا المغرب مع واحد الوفد واستقبلتهم الوزيره. ربطوا هاد الشيء كامل مع الصوره واتهموها بتضارب المصالح، بمعنى ان السيده الوزيره كتستغل نفوذها والمشاريع العموميه المصالح الخاصه. الجيران ما نقول لكمش صوره جلخوها في تويتر وما خلاو غير ننساو في السيده الوزيره، مع العلم ان في التصويره كنشوفوا مرا من الظهر ما باينش وجهها ما معروف شكون هي. ونورمالمون اللي كيبغي يدير بحال هاد البلانات ديال يصور شي جوج ما كياخذش تصويره وحده، كيصور جوج ثلاثه وفيديو كاع على شله يخليهم تيساليو البوسه ويشد فيديو. ونزيدكم السيده اللي في الصوره بعيده كل بعد على السيده الوزيره، ما كتشبه لا في الهيئه اللي في الصوره باينه عندها الكتاف عكس الوزيره ولا في اللون الشعر. ثالث حاجه نقولوا سيدي كاع باللي فعلا ديك الصوره كتجمع السيده الوزيره كتسحاب مع الملياردير الاسترالي وحنا مالنا حياتها هذيك حريتها الشخصيه. علاش زعما كنبغيو ندخلوا بنادم معاه في العروق مزوجه ولا ما مزوجاش بينها وبين اللي خلقها؟ اللي كيهمنا منا حنا كوزيره هي خدمتها واش درتها على اكمل وجه ولا لا. اللي كيهمنا هو انجازاتها في هذه الحكومه، والا كان فعلا هو اللي في الصوره فراه غادي يهمنا نعرفوا الامتيازات اللي خدم اللي جا المغرب وتضارب المصالح. اما البوسه تبوس ولا تقعد سوق هذاك. المهم الوزيره هاد الصباح خرجت ببلاغ واللي قالت فيه باللي لا علاقه لها مع ديك الصوره، ما كتربطها حتى شي علاقه غراميه مع الملياردير الاسترالي. السيده ليلى بن علي كتقول انا كامراه وام مغربيه فانا كنلتزم بكرم الاخلاق وحسن السلوك. السيده الوزيره كتقول هذه محاوله استهداف كشكل من اشكال الانتقام والتشهير بيا، وراه ماشي المره الاولى. وراه بصح الطريقه باش كيهاجموا الجيران السيده الوزيره بغض النظر على انها وزيره حيت هما غرضهم في المراه المغربيه ماشي عادي. هادشي ما يمكن له يخلينا الا اننا نشكو باللي عندهم يد في هاد الاشاعات اللي خاصنا نعرفوا. السيده ليلى بن علي وزيره الانتقال الطاقي والتنميه المستدامه راه هي باغمي الناس اللي مواكبه مشروع انبوب الغاز اللي غادي يدوز ما بين المغرب ونيجيريا. وانتم تفهموا كملوا من راسكم وراه باينه حيت راه ما يمكنش الحاله اللي دايرينها بهاد الصوره. غير هو كيف ما قلت لكم بغض النظر على انها وزيره بحال هاد الاشاعات اللي كيمسوا بالاخلاق راه ما خصناش فريمون نسكتوا عليهم. نتمنى السيده الوزيره ترفع دعوه على الجريده المسؤوله في ظل تمادي الجيران على المراه المغربيه. اشنو هو الجديد في قضيه العماره 5 طبقات اللي هبطت كامله الارض في كازا وبالضبط في بورغو واللي بعدا الحمد لله راه على بون تما كان غادي يوقع ما لا يحمد عقبه. الحمد لله بعدا بانوا الشقوق عطاو انذار للسكان والحمد لله ملي دخلت السلطات المحليه راه كيقولوا في الساعات الاخيره خوات العماره وخوات كاع المحيط ديالها راه كيقولوا كانت قبلتها قهوه. الخسائر كيف ما شفتوا
يعني كانت غير ماديه، الحمد لله ما تقصت شي واحد، ما مات حتى شي واحد. العماره راكم شفتوها كامله نزلات، وحتى العمارات اللي حداها كيقولوا باللي تقاص، كنظن غيكونوا تاثروا. كنا سمعنا باللي السبب هو الاصلاحات اللي كانت في واحد المحل تحت. دابا خرجت اخبار اللي كتقول باللي اصحاب هذا المحل العايبيه د الكره بغي كانوا كيديروا اصلاحات في المحل وبغاو يحولوه لمطعم اللي مزيان مقارنه مع المحلات اللي كاينه حداه. غير هو اللي تبين انهم ما شادينش الرخصه ديال الاصلاح. هادشي علاش كيقولوا خرجت اخبار باللي غيتابع عون السلطه. علاش ما علمش بدايه الاشغال في داك المحل؟ حنا كنعرفوا ان المقدمين هذا هو الدور ديالهم. 100% غادي يكون قاش شي سريه هرس العمود علاش واقفه العماره بطاتو رابط وكلشي غيتحاسب. الحمد لله بعدا غير ملي خرجت الطريفه. كانت معكم فاميليا، السلام عليكم.